فكر نفسك دايما ان في حساب في الاخرة، وانا عايزك كمان تفكر نفسك برضك ان يوم القيامة هيجي وكلنا هنقف قدام ربنا وهنتحاسب على كل كبيرة وصغيرة عملناها في حياتنا. فكر نفسك ان في جنة وفي نار، واوعى تنسى تفكر نفسك ان انت في الدنيا ديت قاعد فيها في اختبار يا تنجح فيه يا تسقط فيه. انت لو نجحت في الامتحان وجبت درجة كويسة هتبقى اسعد واحد في الدنيا. تخيل تنجح في الدنيا وتفوز بالجنة في الاخر. الدنيا مليانة متاهات وتفاهات وشهوات، للأسف في مننا وقع في الحفرة ديت ومش حاسس. عمرك هتلاقيه بيهرب منك بدري وهتيجي في الاخر هتلاقي نفسك ما عملتش عمل صالح يشفع لك يوم القيامة. ربنا مش عايز مننا اي حاجة غير حاجة واحدة بس وواضحة تماما: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. واضحة وصريحة مش محتاجة أي مناقشة. تعبده وترضيه إنك تصلي وتقرأ قرآن وتبعد عن أي معاصي. أنت مش في سباق مع حد ولا في صراع مع حد، أنت جاي الدنيا ديت في اختبار، فحاول تنجح فيه لأنه هيبقى سبب نجاتك من النار. والله شهوات الدنيا دي كلها ما تجيش جنب إن ربنا يكون راضي عنك. المشكلة ان انت محتاج تصلي، بتلاقي عندك هم وغم وبتقعد تقول ليه كده يا رب، ليه تعمل فيا كده، وانت عارف السبب بس عامل مش واخد بالك. صلاتك دي قوتك في الدنيا، قربك من ربنا ده اللي هيخليك انسان سوي. السعادة اللي بتيجي من طريق مستقيم ديت لا تضاهي اي سعادة تانية والله. كفاية الراحة النفسية اللي انت بتحس بيها وانت خاتم يومك بالخمس فروض. انا عايزك تصحح مفاهيمك في الدنيا ديت. الدنيا ديت مش فلوس ولا شهرة ولا منصب، الدنيا ديت رضا ربنا.